النهارده حبيت اقدم لكم احلى طاجن هتعملوه على الفطار في رمضان وفي العزومات، وهيطلع معاكم من اول مره طعمه تحفه وجميل وبنفس الطريقه دي. وازاي اوريكي تعملي طاجن الباميه الجميل دوت والطشه بتاعته، وبيطلع في منتهى الجميل وطعمه ما يعلى عليه. جربي معايا الوصفه وهتشوفي احلى طاجن شفتيه في حياتك. الطاجن ده مش هيكلفك ياما ومش هتشتريه من بره جاهز، هتعمليه على ايدك في البيت. وازاي هوريكي اللحمه كمان هتبقى دايبه معاكي وانت بتعمليه. جايه يلا لايك وشير للفيديو عشان نشوف الوصفه سوا. اول حاجه هجيب حله على النار، هنزل فيها معلقه سمنه حلوه كده كبيره او سمنه بلدي اللي انت بتشتغلي بيها في البيت، واحط عليها بصلايه كبيره كده اكون مخرطاها تاخد اللون الذهبي ده. هنزل عليها باللحمه اللي انا سلقاها، وطبعا انا سلقاها كويس قوي عشان اكمل برضو بقيه سواها وتطلع معايا دايبه في الطاجن. هقلبها تقلبتين حلوين وهبدا انزل عليها بصلصه الطماطم. هنا انا حاطه نص كيلو طماطم على كميه الباميه اللي انا عاملاها. هقلبها كويس قوي وهبدا بقى ابهر فلفل اسود وملح طبعا. وكمان هتبدا كده ايه بتغلي معايا، لازم هزود لها حبه شوربه بقى من بتاعه اللحمه عشان تدي بقى الطعم الحلو. هنا بقى الملح والفلفل الاسود انا نزلته، وهنزل عليهم مرق الدجاج. وطبعا التتبيله اللي وريتها لكم اللي انا بعملها لكل حاجة بعمل بيها الطواجن والسمك والكبدة وكل حاجة، هنزل لكم برضو اللينك بتاعها في صندوق الوصف عشان تشوفوها. وكمان هبدأ بقى كده مقطعة قرون فلفل احمر. القرون ديت انا عاملاها على ايدي في البيت، نشفتها واخدت كده كام قرن عشان يدي طعم ونكهة حلوة. هزود الشوربة بتاعت اللحمة زي ما انتوا شايفين، واسيبها بقى تغلي كده وتاخد وتدي مع بعضيها عشان تديني الطعم الحلو اللي انا عايزاه للباميه. بس كده بقى ايه هبدا اغطي عليها، واول ما احس ان هي اتسبكت معايا هبدا انزل بقى ايه بالباميه بتاعتي. الباميه دي انا مجففاها طبعا في البيت، بتبقى خطيره. اول ما تستوى معايا ببدا انزلها في الطاجن اللي هدخله الفرن. هحط معلقه سمنه بقى برضو في طاسه، وهعمل بقى الطشه بتاعتي طشه زي الملوخيه بالظبط ما فيهاش اي حاجه، واحط عليها كزبره وهبدا اطشها بنفس الطريقه اللي انت شايفاها دي، وعلى الفرن على طول. وهتطلع معاكي في منتهى الجمال، هتطلع معاكي جميله كده وطعمها حلو قوي وريحتها كانت تحفه، دايبه معاكي. واللحمه طبعا بتبقى دايبه معاكي عشان انت بتبقي مسويها من البدايه. عايزاكي تجربي الوصفه دي لان بجد هتدمني طاجن الباميه ده، وهتعمليه على ايدك في العزومات وفي رمضان، وهيطلع معاكي تحفه ودايب دوب. جنبه بقى طبق رز بالشعريه او طبق طاجن رز معمر، هيبقى في منتهى الجمال. ما تنسونيش بقى في لايك كتير قوي للفيديو وشيروه عشان يوصل للناس كلها. باي باي.